في قرية من قرى مصر في حكاية محدش عايز يصدقها، بس الناس كلها بتحلف إنها حصلت. في بلد اسمها العوينات في نخلة واحدة محدش بيقرب منها من يوم ما اتولدت. بيقولوا إن جواها سر، وسرها اسمه عجوز النخل، وكل اللي قرب منها صابته اللعنة. اسمي سامي، عندي 38 سنة. رجعت بلدي بعد ما أبويا تعب وورثت أرضنا القديمة. الأرض دي كلها نخيل، بس في نصها نخلة محدش بيقرب منها. أبويا كان دايما يقول لي دي مش نخلة يا ولدي، دي لعنة متجسدة، سيبها في حالها. لكن لما جالي عرض من مستثمر يبني مشروع سياحي في الأرض قررت أقطعها. مجرد نخلة، قلت كده لنفسي. تاني يوم الصبح خدت مراتي وعيالي وبدأنا ننظف المكان. ابني الصغير قال لي بابا النخلة دي بتبص علينا. ضحكت، لكن لما بصيت قسما بالله حسيت إنها فعلا بتراقبنا. ريحة ترابها كان غريب، وفيها حاجة زي ريحة لحمة محروقة. وبالليل وأنا نايم سمعت بابا بيصرخ في أوضته. شفتها تاني يا سامي، كانت واقفة عند الشباك. قمت جري وما لقيتش حاجة، بس لقيت طرطشة طين على الحيطة، طين من نفس لون جذع النخلة. تالت يوم جبت عمال يقطعوها. أول ما المنشار لمس الجذع المنشار اتكسر، وواحد من العمال صرخ وقال الدم يا بيه، الدم بيخرج من النخلة يا بيه. وبالفعل نزل منها دم أحمر سخن كأنه لسه طالع من جرح. العمال جريوا وأنا وقفت مصدوم. سمعت صوت ست بتهمسلي من فوق النخلة. قلت لك ما تقطعهاش. ليه يا سامي؟ ليه؟ وقعت على الأرض وأنا مرعوب، وبابا جري ناحيتي وهو بيقول لي هي رجعت، عجوز النخل رجعت. ومن الليلة دي كل حاجة اتغيرت. مراتي بقت تسمع صوت ست بتهمس في ودانها كل يوم، وابني الصغير بيقوم من النوم يقول هي واقفة عند الباب يا بابا بتضحك لي. كنت بحاول أهديهم، بس أنا كمان بدأت أشوف كوابيس. في الحلم كنت فوق النخلة مربوط بحبل، والعجوز بتضحك وهي بتولع النار تحت رجلي. كل يوم نفس الحلم. وفي الليلة اللي بعدها الكهرباء قطعت فجأة. كلنا كنا في البيت، النور اتطفى، وبابا قال بصوت بيرتعش هي دخلت، اقفلوا الشبابيك. بس قبل ما نلحق نعمل حاجة ريحة دخان ملت البيت. الحيطان بدأت تسخن، والنار ولعت في كل مكان، بقت تطلع من الأرض. صرخنا كلنا. حاولت أشيل العيال واجري، لكن الباب مش راضي يفتح. البيت كله ولع فجأة كأنه مبلول ببنزين. وآخر حاجة شفتها قبل ما يغمى عليا وش العجوز طالع من بين النار، بتبصلي وتقولي قلتلك ما تقطعهاش يا سام. الصبح الناس لقوا البيت محروق بالكامل، وجثة سامي ومراته وولاده وباباه متفحمة.
بس الغريب النخلة كانت واقفة زي ما هي، ولا ورقة منها اتحرقت. ومن يومها اللي يعدي جنب النخلة دي يسمع صوت سامي بيقول من بعيد: سيبوها سيبوها، ما تقطعهاش. بيقولوا إن النخلة دي لسه واقفة هناك، ولا حد يعرف يفسر ليه النار ولعت في البيت لوحدها. هل دي كانت لعنة؟ ولا يمكن عجوز النخل رجعت تاخد حقها؟ لسه ما خلصتش. ودي كانت حكايتنا الليلة من سلسلة خرافات ورا الحكايات. لو عجبتكم الحكاية ادعمونا باللايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس علشان ما تفوتوش الخرافة الجاي اللي يمكن تكون عن بيتك ما انت مش واخد بالك.